السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نزاهة وشفافية وعدالة النادي الأهلي هتكون سبب مهم جدا في نجاحه في مواجهته مع المدرب الأسباني خوسيه ريبيرو اللي عايز يرفع شكوى ضد نادي الأهلي في الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويطالب الأهلي ببقية عقده عن الموسم اللي الأهلي فسخ فيه العقد. تخيلوا نزاهة النادي الأهلي. اتفق مع ريبيرو في أغسطس الماضي بعد ما خلاص تقرر إنه يمشي وتقرر فشله. إدارة النادي الأهلي قعدت معاه وعرضت عليه إنه يفسح العقد بالتراضي وياخد 3 شهور من فلوسه، 3 شهور من غير ما يشتغل فيهم، وهو وافق. النادي الأهلي بكل نزاهة حول له 98 ألف دولار لحسابه. تخيلوا ال 98 ألف دولار دول هينقذوا الأهلي من $1,000,000 لو هو كسب قضيته في الفيفا. لكن النادي الأهلي عنده الدليل إن بعد فسخ العقد بعت لريبيرو راتب 3 شهور 98 ألف دولار، ومفيش في التاريخ نادي يدفع لمدرب 3 شهور مقدم وهو بيفسخ عقده. دليل دامغ على اتفاق الطرفين على فسخ العقد. خوسيه ريبيرو للأسف هو المسؤول الأكبر عن انهيار كرة القدم في الأهلي السنة دي. الأهلي استغنى عنه بعد 3 شهور بس خسرنا منها فيها من بيراميدز خسارة مؤلمة جدا. المحامي بتاعه لعب في دماغه وقال له أنا أقدر أجيب لك سنة من النادي الأهلي، والنادي الأهلي نادي غني ومعاه فلوس، ونقول إن أنت اتظلمت. لكن من فضل الله الموقف النزيه للنادي الأهلي إنه حول له الفلوس كاملة 3 شهور بعد فسخ العقد بينهي المسألة لصالح النادي الأهلي كدليل دامغ جدا على التراضي بين الطرفين. أسبانيا بقت مكان جديد للاعبي النادي الأهلي بعد سفر حمزة عبد الكريم إلى برشلونة كأول لاعب مصري في التاريخ يروح نادي برشلونة، وبعد انتقال بلال عطية لاعب الأهلي الصاعد إلى راسنتين سانتاندير الأسباني. ثالث لاعب من الأهلي بيروح لليجا اليو ديانج النجم المالي امبارح أنهى الكشف الطبي مع نادي فالنسيا الأسباني، عمل الكشف الطبي في القاهرة والكشف الطبي ناجح، وبالتالي هيوقع عقد جديد مع نادي فالنسيا اعتبارا من الموسم المقبل لمدة 3 سنين. اليو ديانج اعتذر للنادي الأهلي عن عدم التجديد رغم أن العرض المقدم من النادي الأهلي أكبر من العرض المقدم من فالنسيا في الراتب، لكن اليو ديانج عايز يلعب في الليجا، عايز يلعب في الدوري الأسباني، عايز يواجه ريال مدريد وبرشلونة. إن شاء الله نتمنى له كل التوفيق في رحلته في أسبانيا. محاولات ضخمة جدا بيعملها الدكتور أحمد جبلة وبيعملها اللاعب محمود حسن تريزيجيه، الاثنين بيعملوا محاولات طبية على قدم وساق في النادي الأهلي على أمل أن تريزيجيه يلحق بمباراة الفريق بعد بكرة على طول في اسكندرية في ملعب برج العرب ضد سموحة. المفروض ان تريزيجيه الغائب عن المباريات بقاله 2 أسبوعين، لسه الفترة العلاجية او التقديرية لغيابه 3 أسابيع ما انتهتش، لكن هو مصمم يرجع وجبلة بيعطله شوية علشان يضمن سلامته وشفائه التام. احمد سيد زيزو خارج مباراة سموحة بنسبة 100% في محاولات انه يلحق مباراة زد اللي بعد سموحة كمان. ياسر ابراهيم خارج مباراة سموحة بسبب الايقاف للانذارات ال3. عمرو الجزار خارج مباراة سموحة بسبب الاصابة. كابتن وليد صلاح الدين مدير كرة في النادي الاهلي هو بيحاول يعالج الأزمات المتتالية في الفريق، قرر إيقاف الظهور الإعلامي لكل اللاعبين طوال شهر رمضان. فيش أي لاعب يظهر في أي برنامج مهما كان، بالإضافة إلى منع السهر خلال رمضان. ممنوع أي لاعب يظهر في مكان عام في أي حفلة خلال رمضان. كمان قرر عمل غرامات على أي لاعب هيزيد وزنه خلال شهر رمضان بسبب الأكل الشهي خلال الشهر. وليد عايز يضمن التركيز ويضمن الاستقرار في النادي الأهلي، في غرامات كبيرة لأي لاعب يخرج عن النظام في الفترة دي. حابب وانا بتكلم على النظام وعلى حقوق الاهلي اطلب من مجلس اداره النادي الاهلي انه يدافع عن حقوق النادي بشكل اكبر من كده. احنا بنتظلم من الحكام من غير ما ننطق. من يوم ما الدوري بدأ خسرنا كاس مصر وكاس الرابطة، والأهلي لم يعترض على الحكام غير على الحكم محمد معروف في مباراة فاركو لما طرد محمد هاني بشراسة، وبعدها قرروا محمد معروف للأهلي والأهلي ما نطقش، الأهلي ساكت على ظلم الحكام. إنما بعد اللي حصل امبارح من بيان إدارة نادي الزمالك بالاعتراض على التحكيم في مباراة الأهلي والجونة، بان خلاص إن احنا داخلين في مسألة متعلقة بفجور إعلامي وفجور تحكيمي ضد النادي الأهلي على كل الأصعدة. مجلس إدارة النادي الأهلي لازم يطلع ببيان ويرفض بشدة الفتنة اللي بيصنعها مجلس إدارة نادي الزمالك، ويرفض بشدة التلميح في بيان نادي الزمالك لأي مجاملة للنادي الأهلي. النادي الأهلي سكوته شيء الحقيقة غير مقبول على الإطلاق من نادي هو الأكبر في أفريقيا مش بس في مصر. أرجع للجانب الفني. بمناسبة ال9 فرص السهل قوي اللي ضاعت من الأهلي في الشوط الثاني بس أمام الجونة أول امبارح في المباراة اللي خلصت بس 1-0 لصالح الأهلي،
كله ضيع، كل اللاعبين ضيعوا، امام عاشور ضيع، وبين رمضان ضيع، وكموتش المهرج الجديد ضيع، ومروان عثمان ضيع، حتى المدافعين ضيعوا. سبحان الله، مروان عطية ضيع، وصبحي حسين الشحات ضيع. انما الموضوع ده بيفكرني بحاجة مهمة جدا، ان جمهور النادي الاهلي للاسف بقى فيه قطاع مش قليل منه قاسي جدا على اللاعبين، جدا على اللاعبين. التأثير الاعلامي على اللاعب الاهلي ما بقاش كله من جمهور الاهلي، لا، في ناس مشبوهة تحرك جمهور الاهلي، وجمهور الاهلي بيجري وراهم وهو مش عارف ان دول مشبوهين. احنا خسرنا 2 من الهدافين الكبار، هدافين كل واحد فيهم خد لقب هداف الدوري، وخسرناهم لان الجمهور داس عليهم والاداره مشيت ورا الجمهور. اولهم المغربي وليد ازارو، ما كملش 2 في الاهلي ومشي، وتانيهم نجمنا الحالي محمد شريف، اللي للاسف الماتش اللي فات قاعد يتفرج على البلياتشو الانجولي كموتش اللي الاهلي اشتراه في غفله من الزمن، واللي تروامبو يشاركه كاساسي، وهو لا يملك شيء من مقومات كرة القدم، بينما محمد شريف الهداف الأول لمباريات الأهلي والزمالك قاعد يتفرج عليه. يا ريت الناس اللي بيحبوا النادي الأهلي في مجلس الإدارة وفي لجنة الكورة وفي الجهاز الفني، يا ريت الناس دول يتكلموا مع تروبو ويفهموه إن شريف برقبة كموتش، وإن شريف هو الأقدر بمكان أساسي، ويبقى مروان عثمان هو البديل بتاعه. ويا ريت كمان كل دول يضغطوا على شريف نفسه يتجاهل الفترة اللي فاتت ويبتدي يركز ويزود في التدريب علشان يستاهل مكان أساسي في النادي الأهلي الفترة المقبلة إن شاء الله. المرحلة اللي جاية تقيلة جدا جدا جدا، مش على الأهلي لوحده، على كل الفرق ال3 اللي بيتصارعوا أو ال4 اللي بيتصارعوا على بطولة الدوري. الماتش اللي جاي تقيل على الأهلي، رايح سموحة، رايح اسكندرية، برج العرب، وسموحة السادس في الدوري، يعني ورا الأهلي بمركزين بس، الأهلي الرابع وسموحة السادس. بيراميدز عنده برضه ماتش تقيل قوي، رايح المحلة، والمحلة ما بيخسرش في أرضه. الزمالك عنده ماتش تقيل في القاهرة مع زد، لو التحكيم عادل هيبقى ماتش تقيل جدا على الزمالك. الفريق الوحيد اللي عنده مهمة سهلة في الماتش الجاي هو سيراميكا كيلوباترا اللي اتظلم امبارح. سيراميكا عنده في القاهرة الإسماعيلي صاحب المركز الأخير، الفريق الأكثر تفككا وانهيارا في الدوري الممتد. بالمناسبة فوز الزمالك على فريق حرس الحدود 2-0 كان مشبوه للغاية. الجون الأولاني فرصة ضخمة لأوكا يروح يسجل هدف لحرس الحدود في الدقيقة 83. الحكم المشبوه أوقف اللعب وحسب فاول على أوكا، وهو الفاول لصالحه ولازم ياخد إتاحة فرصة، لكن ده حسب الفاول عليه، اتلعب الفاول، راحت للزمالك، جابوا جول ظالم 100%. والجون الثاني بتاع ناصر منسي تسلل رسمي، تسلل رسمي فهمي نظمي، قول زي ما تقول، تسلل عيني عينك. بس المساعد كوبيا، واللي على الفيديو خالد جمال الغندور ابن جمال الغندور، اللي يتقطع له ايد لو اترفعت ضد الزمالك، ويتقطع له لسان لو لغى جول للزمالك. انما سبحان الله سبحان الله، انما عايز اقف معاكم في الهدف، في الطرد اللي طرده الحكم الفاسد محمد معروف امس. موسم التلاعب بدأ عين عينك. الحكام الفسدة طبعا بيتلقوا التعليمات من الخارج وهم في الملعب، وهم بيديروا المباريات بيتلقوا تعليمات من الخارج عن طريق سماعة الأذن. عايزك تتفرج على وقعة الحكم الفاسد محمد معروف وهو بينظر ويطرد اللاعب عمر ألاوة لاعب سيراميكا كيلوباترا علشان يهدي بيراميدز فوز ظالم. تتأكد منين ان القرار مش قراره؟ تتأكد منين ان التعليمات جاية من بره؟ اتفرج، هات الفيديو واتفرج. اول حاجة، لاعب مهند لاشين بيجري بكورة ورا عمر ألاوة، مسكوا ايده سابها. مهند لاشين استخسر انه يكمل بالكورة ياخد فاول وخلاص، راح وقف مع انه خلاص هو اتساب، هو لوحده معهوش مشكلة، لكن قرر انه ياخد فاول. فالحكم حسب الفاول، فاول عمره ما يبقى فيه انذار اطلاقا. فعلا محمد معروف خد قراره بالفاول من غير ما ينذر او يطرد، وبعد ما خد قراره بالفاول ورايح مكان المخالفة، بعد ما راح وقف خد ما بين 4-5 ثواني، فاجئنا كلنا بتصرف مفاجئ جدا من الحكم. خلاص خد قراره بفاول ورايح مكان المخالفة ومفيش ولا انذار ولا طرد، فجأة سمع فانفجر فجأة وراح متجه بمنتهى السرعة والشراسة تجاه اللاعب عمر ألاوة، وراح مطلع له الأصفر والأحمر. مين اللي قال له في ال4-5 ثواني دول اطرد اللاعب؟ مين اللي تدخل؟ اللعبة واضحة زي الشمس والفيديو موجود وكلكم تقدروا تشوفوه. ال4-5 ثواني اللي خدهم محمد معروف بدون ما يقرر الإنذار أو الطرد، إيه اللي خلاه يغير قراره ويبقى يعمل إنذار وطرد؟ هل في تحقيق؟ هل حد هيتكلم في الموضوع ده في زمن هاني أبو ريدة رئيس لاتحاد الكورة والكولومبي الفاسد أوسكار رويز رئيس للحكام؟ العدالة ماتت في الملاعب المصرية. محمد معروف في السنة دي عمل حالتين طرد في منتهى القذارة،
طرد محمد هاني في ماتش الاهلي فاركو في الاسبوع الثاني، لان قال له اطلع من هنا، هو طالع من هنا، بس دي ده الطرد. عشان كده قال له اطلع من هنا وهو طالع من هنا، والاهلي كسبان 4، يعني ما فيهاش اي اضاعه وقت، وبتلعب في الوقت بدل الضايع. وقت لاعب هيضيع وقت ايه؟ واتطردوا عشان ضد الاهلي، كراهيه للاهلي. والطرد بتاع امبارح مجامله لبيراميدز. ومع ذلك ولغايه النهارده مجلس اداره النادي الاهلي لم يطلب رسميا من اتحاد الكوره استبعاد محمد معروف نهائيا من مباريات النادي الاهلي. وبعد الجريمه دي لعب الاهلي تاني، والاهلي خسر على ايده تاني. طبعا يعني مش منتوش مستغربين ان الاهلي يخسر على ايد محمد معروف. للاسف اداره الاهلي اطيب مما يجب.